صباح الفل عليكم، صباح الحلويات. بص النهارده عسل ان شاء الله، هنسمي الله ونعمل النهارده ايس كريم بطريقه جميله وحلوه جدا. بصوا بقى، جبت اللبن، كوبايه لبن، كوبايه الا نص لبن، وجبت كريم شانتيه يجي 4 معالق 5 معالق كريم شانتيه. ودوت حصريا بقى، ما شفتهاش قبل كده، ده قمر الدين. انا نقعاه بقاله تلات ايام في قلب التلاجة، ونقعته لما فك خالص من نفسه كده من غير سليق ولا اي حاجه. ماشي يا حبايبي، حطيت معلقه عسل معاها، تقلت الكريمه كده زي ما انتوا شايفين. قمت حاطه لها السكر، وقمت حاطه لها نص المقدار بتاعي اللي انا كنت نقعاه ده من قمر الدين، كان نص علبه، وده موزه. ماشي، بعد ما ضربت الشانتيه كويس الكريمه، قمت تاني حطها بقى، حتى الموزة وحتى قمر الدين. طريقة جميلة جدا ولذيذ جدا. اول مرة بصراحة، اول مرة حد يعملها على النت، فشوفوها. وطريقة حلوة ولذيذة جدا، اللي بيحب قمر الدين هيحبها الطريقة اوي. حطيت معلقة فانيليا من اللي هي سايبة، لو عندكم بوتر حطوا. ماشي يا حبايبي، ولونه جميل كمان، وكان كريمي جدا. كان بصراحة احسن من بتاع الشوكولاتة كمان بصراحة. شوفوا السمكية بتاعته بقى دي، كان عامل زي الكريمة بالظبط. لما كنا يتلك يعني، وطلعته من الفريزر وانا احنا بناكله كريمي خالص في الاكل بصراحة. لكن الشوكولاتة فيه تكات كده انا عملتها غلط، وممكن تكون مش من طريقتي، مش عارفة، هي في حاجة غلط فيه. ف دوت اللي انا عملته دوت اللي هو بالقمر الدين، طلع جميل. وصراحة انا ما شفتوش على النت قبل كده ان هما بيعملوه بالقمر الدين، فطلع طعمه جميل جدا. بصوا بقى المتعة اللي احنا عملناه دوت، لبن ومعاه معاه قشطة. ماشي يا حبايبي، قلبنا بيه البتاع. المفروض انا كنت عملت حركة تانية غير دي خالص، ان انا حطيت الكريمة والكاكاو ضربتهم مع بعض الاول، كريمة والكاكاو، وبعدين قمت حاطه دي معلقه العسل دي اساسي، وقمت حاطه الكريمه قصدي واللبن، ضربتهم الاول لما بقوا كريمه زي الاولانيه كده، وقمت حطيت الكاكاو. فدي خلطه من عندي، ما تقعوش فيه. حاولوا تغيروا الطريقه بطريقه تانية وشوفوا هيطلع النتيجه، او قولولي على التعليقات. ماشي يا حبايبي، هنحط 3 معالق او 4 معالق كريم شانتيه وضربناه. اعملوا الطريقه التانية اللي انا قلتلكوا عليها، هتحبوها اكتر من دي. ماشي، هي طلعت مظبوطه وكل حاجه، بس عملت حبيبات تلك كده في قلب الكريمه في الاخر. دي شوكولاته، كان عندي قطعتين شوكولاته قمت حطاهم فيها، هتبان برضك فيه. اعملوها بالطريقه دي، لو عندكم شوكولاته قطعوها صغيره حطوها فيها، بتبقى طعمها حلو قوي في قلبها. بتاكلي قطع شوكولاته كده وانتي بتاكليه. شفتوا هو سميك ازاي، بيكون حلو وكل حاجه في التقل، بس عيبه بس ان هو مش عارفه اخرص ليه في الدراج. فهو دوت الطريقه، مش لا اما الطريقه لا اما هو ما بتعملش يعني. بتهيألي هي الطريقه هي الفرق بس. اعملوا بس الكريمه اضربوها كويس مع اللبن، وهم حاطين اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حاطين اللهم صل وسلم الكاكاو الاول، بعد الكريمه حطوا الكاكاو وحطوا العسل واعملوا بالطريقه ديت هتعجبكم. او بعد كده حطوا الحاجه تدريجيا. ولو عندكم موسى حطوها، الموسى بتعمل فرق كبير قوي في الصراحه في سمك في سمك الشيلاتي الايس كريم. في سمكه كان عندنا زمان كانوا بيسموه شيلاتي، دلوقتي بقى بيسموه ايس كريم. ماشي يا حبايبي، هو سمكه بيبقى حلو بالموزة. شفتوا لونه جميل ازاي، كان كريمي خالص وكان طعمه لذيذ قوي. وبتاع الشوكولاته كانت حلوه برضه، بس الطريقه اللي انا بقولكوا عليها دي هتبقى احلى. ما تنسلوش في اللايكات. لاول مره تشوفوني، يعني اسمي هند من ست ستار. الله يسعدكم في القناه ان شاء الله. ماشي يا حبايبي، ما تنسلوش في اللايكات والشير واشتراك في القناه، وعلولي القناه كده. الله يكرمكم يا رب.